اهلا بالحلوين، كل سنه وانتم طيبين. تعالوا ما نعمل النهارده بسكوت اللانكشاير بكل يعني سهوله، وعلى فكره يعني اسهل نواعم في نواعم العيد يا بنات، والله واحلى طعم. وبصي انت خلاص انت هتعتمديه من هنا ورايح، انت فاهمه. بكوبايه ونص دقيقه هنعمل اللي انت شفتيه في الاول ده، كوبايه ونص بس، تخيلي. تعالي بس كده، هنجيب في الاول نص كوبايه سمنه، يفضل تكون ساقعه، يعني 10 دقايق كده ولا حاجه، حطها في التلاجة، هي هتشد على طول علشان احنا في الساقعه. تمام. نزليها كده في بوله، وهنبدا نلينها كده شويه بحيث ننعمها. هنطريها كده بحيث هي مخرزه كده وناشفه، عشان هي كانت في التلاجة. تمام. تمام كده. في الوقت ده عايزه مثلا تجيبي بقى وكمان احنا هنعمل بالمضرب اليدوي، يعني بصي انت ما فيش اي تكلفه خالص. اللي ما عندوش مضرب خلاص بقى ما يقلقش. هتعملي كل حاجه، وهتعملي نواعم من نواعم العيد تحفه قوي يا بنات. خلاص انت ما عندوش هتعملي البسكوت العادي بتاع العيد ده، لا 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 لا، ده فق بقى كل حاجه يا بنات. هينزل عليهم بنص كوبايه سكر بودر كده، ولازم تنخليه. تمام، سواء انت طحناه في البيت او شارياه من بره، لازم تنخليه. برضو هنقلب برضو كده. في المرحلة ديت بقى، يعني عايزة بقى تنزلي بإيدك، بحيث ايه الخليط ده هياخد يعني السخونية بتاعت إيدك كده، ويلين كده بكل سهولة. براحتك، عايزة تقلبي فيه كده لحد ما يلين كده لوحده، براحتك برضو. تمام. اعملوا الكلام ده في البيت يا بنات، وضعفي بقى الكميات، يعني انت فاهمة. انا عاملة كوباية ونص بس دقيق، عليهم نص كوباية نشا، وطلعت القمر اللي انت شفتها في الاول دوت، حتى كان تاكل منه اتنين تمام. بألف هنا، طعمه حلو قوي يا بنات، والله بسم الله ما شاء الله. اعتمدي بس الطريقة، وامشي على الخطوات اللي انا بعملها لك ديت، وهتطلعي احسن نتيجة، واحلى حاجة هتطلع من ايدك يا قمر. تمام. ليني بقى كده، ليني السكر مع السمنة، بحيث تديكي خليط لين كده، وبقى يعني بقى فاتح، ما عادش فيه اللون الاصفر بتاع السمنه خالص. تمام. قلبي قلبي كده، خلاص احنا مش عايزين اكتر من كده. الوقت هقوم نازله بالبضايه وعليهم الفانيليا. تمام. هي وكمان بضايه واحده، يعني مش هناخد بيضتين ولا اكتر ولا اقل، هي بضايه واحده. تمام. البضايه كده بدرجه حراره المطبخ، طبعا اوعي تطلعها ساقعه من التلاجة وتشتغلي بيها. يعني اصلا درجه حراره المطبخ في الجو اللي احنا فيه ده يعني ساقعه برضو، انت فاهمه، فمش هتبقى ساقعه اكتر من ما هي الدنيا ساقعه اصلا. اعملي بقى كده، قلبي قلبي بقى كده، وتأكدي بقى خلاص، افضلي قلبي لحد ما البيضة تختفي خالص. الخليط يبقى متجانس كده وانسيابي. اللون يبقى يفتح. كمان السكر يبقى داب خالص، انت فاهمة، هو فعلا هيدوب بسرعة، علشان هو بودر اصلا. تمام. قلبي كده قلبي، احنا مش محتاجين مضرب كهرباء ولا اي حاجة. تمام. صلوا على النبي يا ولاد، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. تعملوا بقى الحلو كله ان شاء الله، وانتوا في وسط حبايبكم، ربنا يبارك فيكم وفي عمركم وفي حبايبكم، ودايما زايدين مش ناقصين، وربنا يبارك لكم يا رب، وتعيشوا احلى ايام، وتاكلوا احلى اكل مع حبايبكم، اللهم امين. خلاص كده. انا بنصحك انت تضاعف الكميه، لان الصراحه اتاكلوا بسرعه كده، اتخطفهم وكانوا عاوزين تاني. فان شاء الله بعمل اللي على العيد بقى باذن الله تاني. كمان قلبي بقى كده لحد ما نكون بقى نخلين كوبايه ونص دقيق، وهننزل عليهم بالتدريج، مش مره واحده، عليهم رشه ملح كده، ومعلقه ربع معلقه، ركزي، ربع معلقه صغيره بيكنج باودر او كيك شيف. ما تكتريش، علشان مش عايزينها تفرش كتير في الفرن، يعني احنا هتفرش سيكه كده، هو ده اللي احنا عاوزينه. ونص كوبايه النشا ده لازم. النشا يا بنات بتخلي ال البسكوت ده آه، خفيف، وبتيجي تحطها في بقك بتدوب كده، يعني بيخلّيها مقرمشة مع دوبان، مع ما بتلزقش في سقف بُقِّك، لا مؤاخذة، أنتِ فاهمة. لأ، حلوة، حلوة، لازم إضافة النشا يا بنات، نشا الذرة العادي بتاعنا. تمام. يعني لازم ما تكسّليش وتقولي إيه هاحط معلقة واحدة، لأ، نُص كوباية على المقدار ده حلو أوي. تمام. نزلت بشوية دقيق كمان، ولسه في شوية، كل ما تحطي حاساها طرية أوي، حطي لها. تمام. إحنا هناخد الكوباية ونُص كلّهم على فكرة. يعني مش هيبقى منهم حاجة، حطيتهم كلّهم أهُمّة. خلاص، يبقى إحنا حطينا بقى في العجينة كلّها كده، هي كده العجينة خلصت، تخيّلي. يعني نُص كوباية سمنة. تمام. عليهم نُص كوباية سكر بودر،
ومعاهم الكوباية ونص، ومعاهم طبعا البيضاية والفانيليا. تمام. وكوباية ونص دقيق، اي نوع دقيق حتى متعدد الاستخدامات، مش لازم تشتري نوع مخصص للكحك والبسكوت ولا حاجة خالص، اي نوع اشتغل بيه ان شاء الله، يكون نوع دقيق سايب حتى. تمام. اهم حاجة تنخليه. كمان حطينا نص كوباية نشا، ولازم نص كوباية النشا يا بنات. تمام كده. قلبي بقى كده لحد، ولمي بقى الدنيا كده، ولمي النشا كلها من على الحروف وكله كله، لحد ما هتلاقي انت ما انتش حاطه سوايل، فانت ما تقلقيش، انت فاهمه. مش هيبقى لها عرق ولا اي حاجه طالما ما حطيتش سوايل. احنا اصلا مش هنحط سوايل خالص خالص. البسكوت ده ميزته ان ما بتحطش اي سوايل، فانت ما تقلقيش ان انت اعجني براحتك. انت فاهمه، السوائل هي اللي بتخلي العجين يشد معاكي ويبقى له عرق. تمام. ادمجيها كده ما بين ايديكي، علشان تشوفيها ما شققتش. هي ما شققتش وكده بنقدر تمام التمام وزي العسل. تمام كده. هنجيب بقى الصينيه بتاعتنا او الصاج بتاعنا. خلاص كده احنا هركنها دلوقتي، مش هتركنيها برضو انها تخمر ولا اي حاجه ولا ترتاح حتى، لا احنا هنجيب الصينيه على طول ونشكل. التشكيل بقى يا بنات، يعني بصي، شفت الزيتونة الخضرة كده، قدها يعني، دي من 7 ل9 جرام. تمام. يعني 7 8 9، ما تكتريش اكتر من كده علشان خاطر ايه، احنا هنحط الاتنين على بعض، وحاولي يبقى كل واحدة قد التانية علشان هيتحطوا فوق بعض. تمام. زي ما شفتيه في الاول كده. المواجهة لازم الحركة ديت لازم تحننها ما بين ايديكي كده. ديت يعني ايه اللي مش هتخليها تشقق وهتنعمها معاكي. تمام. انا عايزه بقى نصيحه، الفرن ما يبقاش حامي قوي. انت فاهمه. الفرن لو دخلتها على فرن حامي جدا، يعني مثلا تكوني مولعه الفرن من قبل كده بربع ساعه، من قبل ما تدخليها هيبقى حامي جدا، هيتشقق منك. لا، شغليها قبل ما تدخليها. شغلي الفرن قبل ما تدخلي الصينيه ب5 دقايق بس. تمام. وتكون النار هاديه يا بنات لازم. واوعي يعني اوعي تشغلي الشوايه، شغلت الشوايه هتشقق منك وهتبوظ. تمام. احنا عاوزينها على نار الفرن يبقى سخن مش حامي، وتبقى دخلي الصينيه في نص الفرن على نار هاديه جدا. تمام. شايفه المقدار اللي طلع معانا من الكوبايه ونص دقيقه على كوبايه النشا؟ الله، حلو قوي يا بنات، وريحته خطيره. لا يدخل من باب الشقه كده هيقول لك ايه الريحه ايه الحاجه الحلوه اللي انت عاملاها الجميله دي، يعني ريحتها حلوه جدا. وشايفة قعدت مثلا ايه، قولي 10 دقايق كده لحد ما هتشم ريحتها كده. خلاص هتحسها خدت لون من تحت. بس لون ايه، لون فاتح زي ما انت شايفاها كده. مش زي الغريبة ووشها زي ظهرها، لا، محمرة سيكة. انت فاهمة. هسيبها تبرد خالص، وبعدين هنزينها بقى ونعمل اللي احنا عايزين نعمله فيها. ودي كمان طلعت معانا، بس سخنة لسه. هسيبها تبرد وهشتغل بديت علشان هي دي خلاص بردت. اي نوع بقى مربى عندك شوكولاتة خام، سيحيها واشتغلي بيها. تمام. انا كان عندي مربى فراولة، هي هتاخد معلقة مثلا، المقدار ده ياخد مثلا قولي معلقتين ولا حاجة من الفراولة او الشوكولاتة او كده. دخلي بقى كده، حطي اي فرماسيل الوان، فرماسيل شوكولاته، سبرينكلز الالوان برضو اللي هي زي الفرماسيل ده بس حبيبات كده مدوره، الوان برضو اي حاجه. اسمه ايه، فستق كداب. والله كان عندي فستق كداب ونسيت خالص ان انا اشتغل بيه. جوز هند مبشور. بصي اي تزيين، بصي والله مش تزيين خالص، لو ما فيش تزيين خالص هي اصلا طعمها حلو ودايبه وخفيفه جدا. هتسحبي واحدة واتنين وتلاتة واربعة ورا بعض، مش بصي جميلة بسم الله ما شاء الله. وطريقة تزيينها سهلة جدا، وتشكيلها اسهل ما يمكن. عمايلها اصلا كلها ما خدتش حاجة، انت فاهمة، ولا مضرب كهرباء ولا اي حاجة، ولا كلفت نفسك اصلا. تمام. حط بقى ايه حبة، يعني حبة مربى كده حلوين، عشان ايه تبوظ كده من الجناب، علشان خاطر ايه اي حاجة تتعلق فيها بسرعة، انت فاهمة. ما شاء الله يا بنات، بالله عليكم الاعجاب، بالله عليكم لو الفيديو عجبكم، ما عجبكوش ما تعملوش الاعجاب علشان خاطر ايه ضميركم يبقى مرتاح. بس بالله ان يعني الحمد لله والله، مش بس على الخطوات
وهتلاقي هي نفس النتيجة والله. يعني انا ما عملتش حاجة كده ولا كده. نفس ما انتوا بتشوفيه كده. غير بقى الطعم، يعني انا بحكي لك على الطعم، خيال والله يا بنات، حلوة قوي وخفيفة جدا. جميلة جميلة. مش هتعملي الا هي مع الكحك وخلاص، انت فاهمة؟ زي ما انت شايفة كده، اي طريقة تزيين بقى، شايفة الجمال؟ بس كده. ولا هتدخليها تلاجة علشان تتماسك ولا اي حاجة. هي بصي زي ما انت بتعمليها كده هتلاقيها في الاخر. ال ال المربى دي هتشد بس معاكي سيكة كده، فهتنشف شوية، يعني ايه، مش هتبقى ان مثلا واحدة لازقة من اللي فوق تنزل بقى وتسيب وتسيب التانية، لا. هما يفضلوا لازقين كده ثابتين في بعض، مش هيروحوا هنا لا هنا ولا هنا. زي ما انت شايفة كده يا بنات. ضعف بقى، انصحك تضعف الكميه زي ما قلت لك في الاول. ضعف الكميه، بدل كوبايه ونص اعملي 3 كوبايات دقيق. اعملي كيلو، الله. هيطلع لك حبه حلوين قوي قوي قوي. شايفه دول، كل دول والله. وكانت اتاكلت، كانوا اتاكلوا اتنين. إيه يعني كان اتنين ساده كده اتاكلوا ما شاء الله. حلوه خفيفه وناعمه. اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله يا بنات. شايفة الجمال؟ مع تماسكها، يعني هي دايبة مع التماسك مع الذوبان. انها بتدخل بقك كده بتدوب ومقرمشة، كل حاجة فيها، كل حاجة حلوة فيها بالله يا بنات. الاعجاب بالله على كل. لو الفيديو عجبكم واستفدتم، وتعليق صلوا على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكل سنة وانتم طيبين ومتهنين في وسط حبايبكم، وتعملوا الحلو كله يا رب، وتاكلوا احلى احلى اكل في وسط اللي بتحبوهم يا رب. وما تتحرموش من بعض ابدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.